سقراط مات، بس أفكاره عاشت، وتلاميذه برضه اتكلموا في نفس المذهب ونفس المضمون، وبالذات حبيبه وتلميذه أفلاطون. أفلاطون طلع وأكد على مذهب معلمه سقراط، وأفلاطون برضه كان شايف إن الخير ليه مثال واحد، وإن الحلال بين والحرام بين. وطبعا الكلام برضه ما عجبش السوفسطائيين، فدخل بقى أفلاطون في الخناقة مع بروتاجراس عشان يجيب حق معلمه سقراط ويفوق باقي الناس. والله أنا مخلفتش غيرك يا أفلاطون، أنت ومستر سليمان ملك الأمان حقيقي، أنا عرفت أربي. أفلاطون كان شايف إن الإنسان اللي بيعرف الخير ويغير من سلوكه وبيعمل الخير ده إنسان فاضل عنده الفضيلة يعني، واللي كان سبق وأفلاطون اتكلم عنها في الحلقة الأولى. المهم بس أنا كأفلاطون جريت، يبقى أنا كده عملت الرذيلة، واللي هي رذيلة الجبن. وأفلاطون بقى قام طالع وقايل إن البني آدم مننا جواه 3 قوى بيتخانقوا مع بعض. يا ترى إيه الحكاية؟ بص يا مستر، الإنسان عنده 3 أنواع من القوة أو النفس، واللي هم النفس الشهوانية، النفس الغضبية، والنفس العاقلة. انت لو اتحكمت في النفس الشهوانية هتظهر عندك أول فضيلة، واللي هي فضيلة العفة. عفة؟ هو أي كلام بتقوله أنت وسقراط ولا إيه؟ هو في أحلى من إن الواحد يعمل أي حاجة هو عايزها ياكل براحته، يقتل ويسرق ويشتم؟ مفيش أحلى من كده يعني. وبعدين بقى أنا موجهتلكش كلام، أقول لك أنا مش هكمل. كمل أنت يا مستر سليمان. صلوا على النبي كده يا جماعة، هكمل أنا. أفلاطون قال إن أنت لو اتحكمت في شهواتك تبقى بني آدم عندك فضيلة العفة، ولو اتحكمت في غضبك تبقى بني آدم عندك فضيلة الشجاعة، ولو اتحكمت في النفس الشهوانية والنفس الغضبية بتظهر عندك النفس العاقلة، بيبقى عندك الفضيلة رقم 3 واللي هي فضيلة الحكمة. فالحكمة عند أفلاطون إنك تسيطر على شهواتك وما تبقاش زي الحيوانات، وتتحكم في غضبك وتبقى شجاع. وخلي بالكم أفلاطون كمان قال إن لو أنا بقى عندي عفة وشجاعة وحكمة يبقى مبروك، أنا كده عندي الفضيلة الرابعة واللي هي العدالة، والعدالة هي رأس الفضائل عند أفلاطون. ومن هنا بقى أفلاطون بيقسم المجتمع ل3 طبقات، اللي هم طبقة الشعب، والطبقة التانية طبقة الحرس والجنود، وعلى القمة بتاعة الطبقات طبقة الحكام. وكان شايف إن الشعب لازم يتحكم في النفس الشهوانية، والجنود لازم يتحكموا في النفس الغضبية، والحكام يتحكموا في النفس العاقلة. فأفلاطون برضو كان شايف إن العقل هو مصدر الأخلاق، وكان بيحب الفضيلة، وبكده بيخلص المذهب العالي. بس الخناقة مخلصتش، وفضلت الخناقة مستمرة ما بين أفلاطون والسوفسطائيين، والموضوع كمان خرج عن السيطرة أيام اليونان، وخرج عن السيطرة في الحلقة دي كمان. كله تمام يا باشا، الحمد لله. الأمن مش مستتب والنفوس مش صافية. أنا بروتاجراس زعيم السفسطة، أحب الكلام وموت في اللخبطة، ألفاظ قوية وخليتهم عاميين. ألقيت سقراط هيحارب السوفسطائيين. وانا سقراط بقول لك كفايه الفاظك على نفسك وما تجيش معايا. ازاي الاخلاق تكون نسبيه؟ والله لا ديلك، خلاص حقك عليا. مش هينفع كده، ده لسه فيها أفلاطون كمان. سليمان 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 انا افلاطون بحب الفضيله وما طقش الرذيله. استاذي سقراط غفل لي تغفيله وسابني لوحدي في وسط القبيله، وحاليا بغني لطلبتي الجميله. تلمي يا بتاع المدينة الفضيلة، وكلامك ده برضو ما يتقالش هنا، ولو ما تلمتش هخليك تموت. وهو برضو تحصل سقراط من غير سوء. مع سليمان انت في امان.